بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ ايه الاخبار؟ نصلي على النبي ونخش في الكلام. الزمالك النهارده كان بيلعب في دور ال 32 في الكونفدرالية. مع مين؟ مع اريتا سولار الجيبوتي. خسر منه 2-0. مش جديدة على الزمالك، بس الزمالك ضرب رقم قياسي النهارده. اول فريق مصري يخسر من فرقة جيبوتية اللي احنا عمرنا ما سمعنا عنها في اي حتة في الحتت. انا عن نفسي ما بتفرجش على ماتش الزمالك. وتاني حاجة كان عندي شغل. كلمت واحد صاحبي زملكاوي اصيل، بقول له: انت عارف اريتا سولار اتسمى كده ليه؟ قال لي: ليه؟ قلت له: عشان بيلعب بخطة اديك في الجيركن تركن. ده نقلا عن صديقي وحبيبي الاستاذ محمد حلمي. تاني حاجة في نفس الموضوع، كان في حاجات غريبة قوي. لعيبة الزمالك كل واحد فيهم كان في وادي. واحد لابس تيشيرت عليه راعي، واحد لابس تيشيرت معلوش راعي، واحد لابس تيشيرت السيزون اللي فات، واحد لابس تيشيرت السيزون دوت. هو كان ايه التخبط اللي حاصل دوت؟ فاهمين ان مفيش اداره، وفاهمين ان في لجنه، وفاهمين، بس مش للدرجات يعني. والله العظيم حرام اللي بيحصل لنادي الزمالك ده، علشان نادي الزمالك اسم كبير وتاريخ، مش حاجه قليله. واللي يقول غير كده يبقى منافق وش. بس فعامه يعني اتمنى ان الزمالك لما يجي القاهره يكسب ويكمل في الكونفدراليه، وكل التوفيق له. تاني حاجه معانا، الاهلي بيجهز شكوى ضد حكم مباراة السوبر الافريقي. والدعوة دي بايه بقى ولا عشان ايه؟ قال لك دعوة التحامل ضد الفريق في السوبر الافريقي، وعدم احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمود عبد المنعم كهربا. انا زي ما قلت امبارح، انا واحد من الناس اللي بحب اقول اصل التحكيم ومش التحكيم. التحكيم ظلمنا، التحكيم عمل، كان عندنا فرص وكان عندنا كورة تخلص اجوان ما استغلناش. فخلاص انا ما بعلقش اخطاء فرقتي ولا غبائهم على التحكيم. انا ما بحطش على شماعة. انا قدامي اللعيب اخطأ فيخطئ، فخلاص انت غلط، فشكرا، فعادي يعني. شكوى ولا مش شكوى مش فارقة كتير معاه. المهم احنا عرفنا ايه اللي بيحصل معانا في افريقيا. نحاول نبقى قد اي حاجة بنتحط فيها زي ما متعودين من لعيبة الاهلي، وزي ما متعودين ان الاهلي بمنحدر. اخر حاجة بقى، مودست يقود هجوم الاهلي ضد المصري. في الاخر ماتش المصري الدوري اللي فات، انا واحد من الناس اتشليت، واحد من الناس اتجلطت. يعني نلعب دوري تحفة وفي الاخر المصري عقرب معانا، وقبليه بيراميدز يدينا 3. فلا، انا ختمت السنة اللي فاتت بالمصري بتعادل. انا لازم ابدأ الدوري دوت وانا ماسك المصري جايبه في شوال كده على كتفي، ولا في شوال ليه جايبه في بالة من بتوعهم بتوع بورسعيد، وجاي بيه هنا على العتبة. خد التلاتة منه باتنين مش بخمسة، حتى التلاتة منه باتنين بس. فأتمنى يعني إن يبقى ماتش قد المستوى وقد الصفقات وقد الفلوس وقد كل اللي قعدنا نحلم بيه الفترة اللي فاتت. ونشوف مارسيل كولر في التصريح، ليه تصريح امبارح، قال لك البطولة ديت اللي احنا خسرناها دي هتخلي الأهلي أو لعيبة الأهلي تاكل الاخضر واليابس الفتره الجايه. اتمنى ان انت تكون قومتهم، اتمنى ان انت تكون شديت عليهم، اتمنى اللعيب اللي ما بيعرفش يستلم الكوره دوت ما ينزلش تاني. كان عندي لعيب تنك وقرن اسمه احمد عبد القادر، كان ممكن يخلص امبارح الماتش ده على فكره. كان فين؟ والتغييرات اللي حصلت في المتاخر ليه؟ عامه نتفادى الاخطاء علشان نعرف نكمل. زي ما قلت لكم امبارح، احنا داخلين على كاس عالم، ربنا يستركم، مش هنروح هناك نولول يعني. احنا اول ماتش مع، يعني زي ما كل الدنيا بتقول هنقابل اتحاد جده. فادي امبارح اتحاد العاصمه غلبنا، اتحاد جده هيعمل فينا ايه وهو في بنزيما وكانتي وفابينيو وفي اسامي عتاوله يعني. فها، نركز شويه علشان اللي جاي لا فيه لا راحه ولا بالراحه. لايك وفولو وشير، ولو على اليوتيوب سبسكرايب ولايك وشغل الجرس واعمل كل حاجه. وزي ما قلنا امبارح، كله في حب الاهلي.